بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير أو مساء الخير فين ما كنتم في الكون. احنا اتكلمنا قبل كده ان احنا عادة مشاعرنا بتتكون بناء على أفكارنا، يعني الأفكار اللي احنا مقتنعين بيها هي اللي بتشكل مشاعرنا. طيب وده معناه ايه؟ ان احنا ممكن مشاعرنا تتغير لو أفكارنا غيرناها. المشكلة بقى إن طبعا فكرة تغيير الأفكار دي فكرة صعبة جدا، مش مسألة سهلة، لأن الأفكار دي بتبقى متوارثة، بتبقى معانا من ساعة ما بنبقى بيبيهات صغيرين، من أهالينا، من العيلة، من المدرسة، من المجتمع، ومن الإعلام. ده أكيد، وده يمكن أكتر حاجة بتوجه لنا تفكيرنا بشكل حتى لا إرادي يعني. فالمشكلة بتيجي منين بقى؟ إن إحنا عندنا أفكار كتير جدا. الأفكار دي هي اللي ممكن تأذينا، هي اللي ممكن تبقى طول الوقت وجعانة. يعني مثلا أوكي، لما طول الوقت يبقى في اتجاه لفكرة إنه لو جوزك مثلا ما جبلكيش ورد في الفالنتاين يبقى ده شخص مش رومانسي. لا 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 لا، مش حاجة كويسة دي خالص، وازاي انت مستحملة ده؟ ايه الفكرة العجيبة دي؟ طيب ما هو لو الست ما عندهاش هذه الفكرة، ما هو ممكن حياتها تمشي عادي تمام. يعني لو غيرت هذه الفكرة، هو ممكن يبقى الراجل كويس في حاجات كتير قوي، بس هو ما عندوش الجزئية دي، او بينسى التواريخ، او ما بيحبش الورد. يعني اقصد اقول انه بلاش نصدر افكار محددة هي دي اللي بتتحكم فينا وتنكد علينا وتبوظ لنا حياتنا. الأهم بقى إن احنا لما يكون عندنا أفكار زي دي والفكرة بتأذينا، يعني أنا مثلا أعرف حد طول الوقت اللي هو إيه، المفروض كذا، الصح كذا، الأصول كذا. طيب إذا الناس اللي انت بتتعاملي معاهم ما بيتبعوش هذه الأصول أو الأساليب، فطب انا اعمل ايه؟ ما هو انا لما الشخص اللي قدامي ما بيعمليش اللي انا متخيله او اللي انا مقتنع بيه انه هو ده الصح، اوكي، بتقهر، بزعل. ازاي انا مقهورة انا؟ اوكي، لما تغيري فكرك اوكي وتعترفي انه في ناس مختلفة، فبالتالي انت مش هتتقهري عادي. فهي دي النقطة، خلونا نحاول نغير أفكارنا. أنا مش بقيم صح وغلط دلوقتي، أنا بقيم أنا إزاي أبقى مرتاحة، أنا إزاي أحسن سلوكي. زي مثلا كتير جدا كمان لما واحدة مثلا تبقى متجوزة وجايبة حاجات معينة، كريمات، بيرفيومز، هدوم، كلام من ده، وتنفصل او عفش او اي حاجه، فيقولوا لها بقى صاحباتها ايه، ارمي كل الحاجات دي وابعدي عن كل الحاجات دي. طيب صح، ممكن تكون فكره كويسه لان ده رابط هيفكرها بحاجات ممكن تكون هي مش حابه تفتكرها، ولكن هي لو غيرت الفكره اصلا هي هتفك هذا الرابط، هغير الفكرة انه انا تعبت ان انا اشتريت الحاجات دي وانا بشتريها كنت بحبها، انا اشتريتها لانها عجباني، اوكي، وانا تعبت فيها وصرفت فيها، فبالتالي ارميها ليه؟ فلما نغير افكارنا ده هيريحنا احنا، هيريح مشاعرنا. هي دي النقطة، انه احنا يا جماعة عايزين احنا نبقى مرتاحين، احنا نبقى مبسوطين، فنغير في افكارنا بالطريقة اللي تريحنا علشان نخلي حياتنا سكر. معاكم سكرة التنمية البشرية هلا سكر. ما تنسوش سبسكرايب ولايك ويا ريت شير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.